طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن نظرية بتاعت عالم إسرائيلي الله يحرقه اسمه إلياهو إم جولدريك. النظرية دي بتتكلم عن حاجة اسمها Theory of Constraint أو نظرية القيود، ودي باختصار بسيط جدا إن أنت إزاي كمانيفاكتورينج أو مثلا في مصنع أو في عندك عملية في الإنتاج بتتعطل بسبب مثلا إن أنت عندك بطء في عملية الإنتاج دي، ما عندكش excess capacity، بمعنى أصح إن أنت عندك available hour اللي أنت بتشتغل بيه عشان تنتج المنتج ده، بس ما عندكش اللي أنت الكباستي اللي أنت تنتج زيادة أو تعظم في الإنتاجية زيادة بحيث إن أنت تبيع. طبعا ده هنشوف ليها تحسينات قدام إزاي إن أنت ممكن تعمل بقى إكسس كاباستي، تبتدي تعمل حاجة اسمها أكتيف بيس مانجمنت أو أكتيف بيس كوستنج، تبتدي تطبقها إزاي اللي أنت تفكر بقى إن أنت توسع وتشتري مصنع تاني أو حاجة. فإحنا هنعمل الكلام ده إزاي، هنعظم الربح ونعظم الماكسمايزيشن بروفيت. هو بصراحة نظرية عبقرية جدا، وهنشوف ازاي الكلام ده عملي. بس يعني اي نعم في حاجات بعيدا بقى ان هو اسرائيلي وحاجه الله يحرقه يعني، وبعيدا كمان على ان في حاجات تعتبر حرام في نوعا ما بيعملها، بس هنشوف الكلام ده ونطبقه ازاي كواقع عملي. طيب خلينا نروح عند شيت اكسل اللي احنا فاتحينه ونجيب عندي هنا مصنع سيارات، ماشي، بينتج نوعين من السيارات، الايكونوميك كار السبورت كار. تمام. والله بيبيع 40,000 وحدة و60,000 وحدة من السنة، فده توتال الريفينيو بتاعه. طيب هنيجي هنا، دي الدايركت ماتيريال بتاعت الأقسام اللي عنده. دي المعادلة الوحيدة اللي أنا هعملها بإيدي عشان خاطر بس تبقى ممكن أدفانس شوية، وبعد كده هنسترسل في الشرح عشان خاطر بس ما ناخدش وقت. طيب أنا عندي هنا دي الدايركت كوست بتاعتي أو الدايركت ماتيريال بالظبط اللي داخلة في الإنتاج. فأنا هاجي هنا وانا عندي، فانا معلش انا اسف، وعندي جدول هنا في الستاندر كوست بتاعت كل حاجه. يعني ده كوست بير يونت بكام، $500 للبلاستيك، $5000 للماشينز، الجلو مثلا بياخد 20، وعندي هنا برودكت ايه، كل كميه من دول بتاخد منهم كام. طيب فانا هرجع هنا هقول له في لوك اب عادي جدا، اخش واقول له هنا البلاستيك بس ثبتهولي للكولومز، واروح ادور على الكوستنج واثبته واقول له خد 2، واقول له 0، نجرب بس المعادله نشوفها شغاله ولا لا. اهي تمام شغاله مفيهاش اي ايرور، فخلاص. بس كان في غلطه بسيطه، ايه هي؟ انا مثبت الكولومز بالطول، انا المفروض اخليه بالعرض. اوكي، شده كده، الكولوم بقى تمام خلاص. طيب انا دي عايز اعملها، فهقول له برضو وعايز اجيب بقى الكوست بتاعت كل يونت من الوحده، فاقول له اتش لوك اب واختار البرودكت واثبته بالطول، واقول له روح على التيبل اللي هو الستاندر كوست، علمني على التيبل ده كله، ثبتهولي، خد رقم 2، ولو ما لقيتوش خد 0. تمام، واضرب لي الكلام ده في عدد الماتيريال او عدد اليونت اللي هو السولد وثبتها لي بالعرض. اوكي، شد يا باشا معدتك دي كلها. تمام، انا هنا بس في حاجة صغيرة هنعدلها، هنروح عند دي نخليها 3، ودي نخليها 4. نفس الكلام الناحية التانية، هنخلي دي زي ما هي، نخلي دي 3 ونخلي دي 4. طيب عايزين نتأكد من العك اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط، بنروح نشوف ايه، نقول والله هو عندك 5000 يحمل، نشيل الكلام ده، عندك 5000 وحدة. تمام، ثبتها لي أو ثبتها لي بالعرض كده، واضرب لي ده في كام وحدة وكام يونت هنا. تمام، نشوف الناحية التانية، نشوف الكلام ده ونشده، نقول له أهو ده في ده في ده، المعادلة بتاعتك عادي ونشوف. طبعا في حاجة عملتها غلط باين كده أوي يعني، أرقام طالعة غريبة. طيب هنقول له شد، اضرب ده وثبته، خلينا نلخص، اضرب ده في ده، اضربه في عدد البرودكت وشد المعادلة عادي. طيب نجمع دول كده نشوفهم كام، 126,900,000 إن شاء الله، وهنا 126,900,000 زي ما احنا شايفين كده دخلنا المعادلة صح. طيب قالك والله الدايركت ليبر 50 مليون 100 مليون، دي الحاجات اللي هي البتاع، مطلع الانكم ستيتمنت على المصاريف اللي بيصرفها دي، بيكسب كام؟ 5,100,000.
طبعا هو ستيل كسبان، بس هل الرقم ده كويس ولا لا؟ هنشوف بعدين. طيب نيجي بقى نطبق الثيوري اوف كونسترين بتاعت الراجل الغريب العجيب ده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا والله مش هستخدم الدايركت ماتيريال، ولا مش هستخدم الدايركت ليبر ولا الاوفر هيد، ولا هستخدم اي كوست تاني. ركز لي على الدايركت ماتيريال بس، الحاجات اللي داخله في الانتاج. فوالله بيقول لك والله انا ببيع الدايركت كوست على الكلام ده 40 مليون 500. الكوست بير يونت بكام؟ يعني الوحده العربيه الواحده بتكلفني كام؟ والله لو بصيت كده بتقسم ال 40 من 500 على عدد العربيات اللي انت بتبيعها، بيقول لك الكوست الواحده ب 800. طب الكوست بتاعت التانيه 14400. طب بيجي بيعمل حاجه بقى اسمها ثروبوت مارجن. ايه الثروبوت مارجن؟ في التاني كونتريبيوشن مارجن، وفي اللي هو الكروس بروفيت. لا هو بيحسب الكونتريبيوشن مارجن او ثروبوت مارجن، بيحسب ان هو السيلز برايس اللي هو زي ما انت شايف كده، نشيل ده كده، السيلز برايس تمام اللي هو 40000 ناقص تكلفة الوحدة ب 800، فهو بيكسب في الدايركت كوست 31900. طب الكونتريبيوشن مارجن ريشيو عبارة عن ايه؟ اقسم ده على ده يطلع لك 80% اهو. تمام. طيب قال لك والله الراجل ده، بص يا باشا أنا عندي 50,000 ساعة، يعني المصنع بتاعي كله شغال 50,000 ساعة، منهم اللي هو البرودكت ديزاين ده عشان ينتج 33,000 ساعة، و10 في الأسمبلي، و10 في التستنج. تمام. ودي توزيعتهم. والله الإيكونومي بياخد 15، ده 18، 5 5 5 5، فده مجموع 33,000 والليلة دي. طيب طب لو انت بصيت هنا، لو انت طرحت الافيلبل هاور مع الريكواير هتلاقي كلها زيرو، ما عدا فين؟ ما عدا ال 3000. هو المفروض بينتج 33,000 والمتاح 30,000، في 3000 ساعة ديفيشنسي. طيب هو بيقول لك انت بقى عايز تماكسمايز الموضوع ده. انا عندي كونسترين، انا عرفت اللي مبوظين الدنيا ومبهدلين الشركه هم الانجينيرنج ديزاين، هم دايما المهندسين كده عاملين قرف في كل حته. تمام. فانا عندي الانجينيرنج ديزاين عاملين هم المشكله دي. طيب فقال لك عشان تماكسمايز الموضوع ده، انا عايز اعرف الستاندر في الكونتريبيوشن مارجن. انا عندي هنا لو انت بصيت كده قلت له فورمولا، بص انت عندك الكونتريبيوشن مارجن بتاع كل قسم كام؟ يعني انا عندي ثروبوت مارجن 31900، وهنا بياخد كام؟ 15,000 ساعة عدد شغل، فانا المكسبي كام؟ 47. في المقابل عند برودكت بي اللي هو السبورتس كار، لو انت بصيت هنا 18 على 45,600 فهو بيكسب 39، فستيل هو بيكسب 8 بوينت سنت من لو باع الايكونومي اكتر من السبورتس. يعني انت بص دي برضه 16، وهنا بيبيع ب 11 فيكسب 5 سنت. طب هنا 16 وهنا بيبيع 11 تكسب 5 سنت. لو جمعت دول هتلاقي بيكسب 17 سنت. طب يا عم انت 17 سنت إيه؟ انت عامل فيلم على 17 سنت؟ اصبر هتشوف قدام. طيب هو هنا الراجل ده بيكسب. يعني انت لو بصيت كده، لو هو ركز انتاجه على برودكت A وفكس له خالص من برودكت B هتلاقيه هو بيكسب. طبعا هو في حالات اللي انت بتوزع بعد كده، عشان عارف ان في ناس ممكن لو بتدرس هتقول لك لا هو المفروض بتكسب، بتشوف الافيلبل اورز وبتقسم هي الحاله بالارقام اللي طلعت معانا كده، فمعلش يعني فهنكمل يعني. تمام. فهنقول طيب خلاص يبقى هو الاكسبليتد كوست ان هو يبتدي يصنع. طب الانجينيرنج ده بياخد قد ايه؟ لو انت بصيت هنا، لو انا انتجت 5000 عربيه على 15,000 ساعه، فانت هتلاقي الستاندر اورز 3 ساعات، في المقابل هنا 3. ولو الاسمبلي بتنتج 5000 عربيه، وكل عربيه بتاخد 5000 ساعه، فهنا واحد هنا 83 هنا 83، دي بتبقى حاجه ستاندر اورز. طيب لو انا انتجت قلت انا عايز انتج، نشيل كده، قلت انا عايز انتج في الكونسترين ب 33,000 ساعه، 33,000 ساعه، و 33,000 ساعه على مده في الانجينيرنج ديزاين بياخد كل العربيه الواحده بتاخد 3 ساعات، فانا هنتج 11,000 عربيه. بس انا ستيل عندي الكونسترين اللي هم كام؟ ال 3000 الماينس. فانا ال 3000 الماينس دول لو قسمتهم على اهو شيل بقى عشان كويس كده، لو قسمت ال 3000 ماينس اللي هم الفرق بين ال 33 و 30,000 على الثلاث ساعات هيطلع لي ايه؟ 1000 عربية. فأنا كده المتاح لي ما انتجش 11، المتاح لي هنتج 10. تمام؟ فأنت لو جيت قلت هتنتج 10 عربيات، ال 10 عربيات دول بياخدوا
كل عربيه بتاخد 3 ساعات، فانت هتنتج 30 ساعه في الاسمبلي، هتنتج 10000 ساعه، 10000 ساعه في التستنج. طيب خلصنا الكلام ده وعملنا الكونسترين وصدعت اهالينا. طب انا عايز اشوف دلوقتي يعني طب بعد ده انا كده، ده انا بص ربحي كام. طب انت عايز ايه؟ ده انا بكسب 200 مليون. طب انا دلوقتي انت بتقول لي لو انا انتجت كده وتخليت عن الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ اقول لك تعالى يا باشا، في حته كده مخبى لك مفاجاه. هشيل كده واروح فاتح دي، نفس الكلام اللي احنا عاملينه بنفس المعادلات بكل حاجه، ما غيرناش. بس مجرد بدل ال 40 هنا كانت 5000، خدنا 40000 ايه؟ اخدنا 10000 المفروض اللي احنا هننتجه. لو انت بصيت هنا، انا 40 في 10 هكسب 400000 جنيه من 200. تمام. طيب الكاستمر الحاجه بتاعتنا والله هتروح كده اهو، عباره عن ال 10000 هتضرب دي اهو كده. ال 10000 بنضربها في الكوست بتاعت الماتيريال بالخمسة، نفس الكلام اللي تحتيها هتلاقي إن هو بيضرب ال 10000 في ال 5000 يونت والماشينز، بتجيب الكوست بتاعتك العادية الدايركت كوست بتاعتك، طلع بكام؟ ب 81000. طيب نيجي بقى للنقطة هنا، هناخد الدايركت ليبر كلها؟ لا، هناخد كام؟ 50 بس. ما أنا بنتج 50 وهنا كنت بنتج ب 100. لا، هو استبعد ال 100000 بتوع الدايركت ليبر. ليه يا عم؟ هو دي بقى عيوب نظرية أهله، يعني هو من نوع أنا ما بحبش قطع الأرزاق بصراحة يعني، بس هو شايف بقى إن هم دول ال 100000 100 مليون بيدفعوا مالهمش لازمة العمالة، يا عم يسرحهم يغوروا في داهية، المهم ما يقرفنيش، ما يخشش في الإنتاجية بتاعته. طبعا بعيدا عن الموضوع ده، بس هو يعني إيه، نظرية دماغ قالوا كده، بس يعني هتشوف النتائج فعلا يعني. تمام. بعد كده الاوفر هيد هل اخد الاوفر هيد كلها؟ لا، هو انا الاوفر هيد هنا في 70000 كانت على برودكت ايه، بس الثانيه الاوفر هيد ماليش دعوه بالالوكيشن، اقول انها تريسبل اوفر هيد. ان انت بدل ال 70000 هو هياخد ال 28000 اللي هم اوفر هيد ويقدر يتريسبل على البرودكت ايه. تمام. طيب الجي ان ايه، لا الجي ان هتاخدها كلها، هتاخد ال 80 ناقص ال 100. خلاص. طيب هتعمل بي ان ال عادي جدا، تعالى نشيل كده نقول بي ان ال بتاعتنا الجميله. الراجل بيكسب كام؟ 400 مليون. القصه بتاعت الدايركت ماتيريال كام؟ ودي اللي هي الحاجات الجي ان اي دي كلها تعمل لها كده صم، وتشوف الكلام هنا على ايه. هيطلع لك كام؟ 61 مليون. انت متخيل؟ كان الاول هيكسب 5 مليون 100، دلوقتي كسب 61 مليون بقرار، من غير بقى ولا يكلف حاجه زياده ولا بتاع ولا اي حاجه. هو عمل كوست ريدكشن، اي نعم ذبح ناس وقعد ناس في بيوتها، بس كوست ريدكشن. تمام. انت متخيل بقى لو انت قسمت ده على ده هيطلع لك كام؟ هنقول كده 10.96. الراجل ده عظم ايراده فيما يقابل 11 مره، 11 مره صافي الربح بتاعه. فهمت قصدي؟ هو استبعد حاجات. طبعا هو في الواقع العملي ما بتمشيش كده الصرف، انت بتيجي بتعمل حاجه اسمها available hours، يعني انت مثلا بتبتدي توزع. انا هنتج مثلا عندي كلها 50000 ساعه، فانا هوزع مثلا 20 على الاولانيه، 30 على الاولانيه، مثلا 10 على منتج تاني، 10 على منتج تاني، وال10 دول يعملوا كام منتج وينتجهم، وال10 التانيين يعملوا كام منتج وينتجهم، ويبتدي يعمل الوكيشن جديده. تمام. هي جت معانا كده، احنا بندي ارقام عشوائيه المشكله، فلما جت معانا فهي ما جاتش معانا غير انها مش ينفع نوزع غير منتج واحد. فالموضوع ده مهم جدا ولذيذ جدا. انت بس خد الاكسلايه، ممكن تمشي مع المعادلات، ابتدي راجع الفيديو شوفه كده كذا مره، شوف المعادلات ماشيه ازاي في الاكسل. بنحب دايما ان احنا نبقى الفيديو سريع شويه عشان بس ننجز، وممكن نكون بسرعه، بس انت بقى مع نفسك كده وهدي والدنيا معاك هتلاقي الدنيا تمام وزي الفل. اللي محتاج الشيك طبعا يحط ميله وان شاء الله هنبعته له لما نفضى طبعا، يعني عشان بس محدش يقعد يقول لنا احنا ما بنعملش. احنا كان في طول بنعملها، لكن الطول دي وقفت الحمد لله يعني، وربنا يسهل والله، الواحد لو فضى هيعملها ونريح دماغنا من المواضيع ده كلها. شكرا والسلام عليكم.